السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض أكلة كلنا أو أغلبنا بيعشقها، وهي الرنجة. نعمل الرنجة بطريقة حلوة جدا وسهلة جدا وبسيطة، معاها كده شوية سلطة وبصل أخضر وطحينة. ويلا بينا نعملها مع بعض، بس هنعملها النهاردة بطريقة صحية جدا وسهلة جدا وبسيطة وما خدتش وقت وما بهدلتش معانا الدنيا. ما تنسوش الاشتراك واللايك. يلا بينا نخش على الطريقة ونقول بسم الله. اول حاجة انا مش هعملها على النار وهدخن بقى الدنيا واشويها والكلام ده، لا خالص. انا سمعتها من دكتور بيقول ان طريقة الشوي الرنجة على البوتاجاز والكلام ده غلط، ان احنا بنركز الملح فيها قوي، وده غلط لمرضى الضغط وغلط عامة مش صحي. طب الاحسن ان احنا نعمل ايه؟ نحط مية تكون بتغلي على النار وننزل فيها الرنجة بالظبط 10 ثواني، يعني 5 ثواني من الناحية دي و5 ثواني من الناحية التانية، بس لمجرد ان احنا بنطهرها من اي ميكروبات او اي بكتيريا، علشان خاطر ما ناكلهاش كده على طول. هي اصلا الرنجة مستوية واحنا عارفين، بس بنطهرها بنعرضها للنار او للحرارة. فزي ما قلت لكم بحط ميه بتغلي على البوتاجاز، واول ما احس انها خلاص بقت يعني خلاص بتغلي تمام، هنزل فيها الرنجة 5 ثواني من الناحية دي و5 ثواني من الناحية التانية، وبشيلها على طول. الطريقة دي بقى بتخلي زي ما انتم شايفين كده الجلد بيتشال معايا بكل سهولة. انا بفتح فتحة صغنونة خالص من الديل من تحت من الشمال ومن اليمين، وبلاقي الجلد طالع معايا بكل سهولة، ومش طالع معاه اللحم ولا اي حاجة خالص، وتبقى سهلة معانا جدا في التنظيف. ده غير ان هي كمان صحية اكتر من ان احنا بنشويها. ده غير برضو ان هي مش بتخلي الدنيا تبقى ريحتها زفارة او رنجة ونقعد ننضف بقى البوتاجاز بعد ما بنخلص والكلام ده، لا خالص. انسوه وانسوا الكلام ده وانسوا الطريقة القديمة دي، وجربوها بالطريقة اللي انا بقولكوا عليها دي، هتعجبكم جدا. وطعمها كان حلو جدا جدا جدا، وكان طعمها عادي ما فيهوش ملح، يعني بعد ما عملتها كده بجد ما كنتش حاسة انها فيها ملح خالص. نختار طبعا الاول الرنجة تكون كويسة، تكون الرنجة حلوة، ولا طرية ولا ناشفة، ملمسها حلو. لو محطش صباعي فيها يغرز، لا طبعا. ولا تبقى ناشفة قوي، ده برضو مش صحية كده، الرنجة دي قديمة. تكون حجمها حلو، مش صغير ولا كبير، عشان تطلع معانا الرنجة طعمها حلو، يكون فيها بطروخ كده. اللي بيحب البطروخ يخليه ياكله ويحط عليه ليمون والكلام ده، واللي مش بيحبه خلاص يرميه، مفيش مشكلة يعني. جربوها بالطريقة دي هتعجبكم جدا ان شاء الله. وانا الفيديو بتاع الدكتور اللي كان بيتكلم عن طريقة اكل الرنجة انا مشيراه عندي على المنتدى، اللي حابب يرجع له او يشوفه يروح يسمعه برضو عندي على المنتدى. انا فرشة كيس بلاستيك على المفرش علشان خاطر الزفارة كلها تنزل عليه، ونشيل الكيس على طول نرميه بعد ما بنخلص. الرنجة كانت حلوة جدا وما كانش فيها زفارة على فكرة خالص، يعني هي كان طعمها اصلا كمان جميل وما بتسيبش زفارة في المكان. يعني الرنجة بتبقى ريحتها وحش دي ما بتبقاش رنجة كويسة تقريبا يعني. فيعني هي من مميزات الرنجة كويسة ان هي متعملش زفارة في المكان ويبقى ليها ريحة شاذة كده، لا هي ملهاش اي ريحة خالص، بس ريحة السمك العادية، بس مش ريحة زفارة سمك وحش يعني. هعملها زي ما انتوا شايفين كده، وهشيل الاطراف اللي هي الرقيقة اللي على الحرف دي، هقصها بالمقص، وهشيل الشوكة اللي في النص او السلسلة اللي في النص دي، ونرميها وننضف كده بالراحة خالص بطرف الشوكة السكينة. وزي ما انتوا شايفين كده، وهنعمل مع بعض سلطة رنجة حلوة قوي هتعجبكم جدا. آه، تابعوني لاخر الفيديو، ما تنسوش اللي لسه ما اشتركش في القناة ياريت يشترك. هتلاقوا فيها وصفات كتير هتعجبكم، واغلب وصفاتي في القناة وصفات سهلة هتعجبكم ان شاء الله. انا بقطع الرنجة كده بالمقص، ممكن تقطعوها بالمقص او بالسكينة زي ما تحبوا، ده مقص مخصص للاكل محطاه في المطبخ ما بيخرجش يعني بره المطبخ. هنقطعها زي ما انتوا شايفين كده. دي هعملها سلطة رنجة، انا هعمل جزء سلطة رنجة وجزء بحطه سليم زي ما انتوا شايفين كده، وبعصر عليه ليمون وشطة وزيت وشوية خل صغننين. ودول الخضار دوت كان بصل وفلفل وخيار وطماطم وبس، وحطيتهم على الرنجة زي ما انتوا شايفين كده، وعليهم معلقتين زيت برضو من على الوش، وبألف هنا والشفا. جربوها بالطريقتين شوفوا اللي هيعجبكم ايه. انا بحب احط الطحينة في طبق لوحده، عشان في انا بحب يعني فيها جزء باكلها بالطحينة وجزء لا.